فنون جميلة كهالة بتتكون من حاجات كتير، أولهم وأهمهم هي الأشخاص، وآخرهم هي المباني. بيجتمعوا كلهم تحت سماء أرض الزمالك عشان تكون تجربة دخول الكلية في حد ذاتها تجربة فريدة، بيمتزج فيها كل عنصر في تناغم رهيب. بس عمرك ما سألت نفسك هو مزيج التناغم ده كان شكله يا ترى عامل إزاي زمان؟ حلقتنا النهاردة مميزة لأن على عكس كل الحلقات السابقة، النهاردة إحنا عملنا لقاءات مع أساتذتنا اللي بنحبهم واللي موجودين في الكلية من زمان علشان يحكوا لنا عن شكل الكلية والأجواء بتاعتها كانت عامله ازاي زمان. دخلت الكلية سنة 60 1960. كان النظام في الكلية إن في حاجة اسمها إعدادي فنون الأول، وبعدين ابتداء من سنة أولى يحصل التخصص، وفي إعدادي عمارة كده. إعدادي عمارة خلاص ودخل قسم العمارة وفوريفر، يعني ما فيش تشعب فيها. كويس. إحنا كان إعدادي فنون، بعديها تخش أول سنة اللي بعد الإعدادي دي تخش يا إما زخرفة، كان اسمه قسم الفنون الزخرفية، ما كانش اسمه قسم الديكور. حلو. يا إما تخش تصوير، يا إما تخش حفر اللي هو دلوقتي مسموه جرافيك، كان اسمه قسم الحفر. خلاص، اللي هو انت فيه مش كده؟ مظبوط. ده او تصوير نحت، جرافيك، ديكور، زخرفه يعني. أنا دخلت كلية الفنون جميلة سنة 1986، وكنت عايز أدخل كلية الطب، بس شاءت الأقدار إن أنا أدخل فنون جميلة. ما جبتش المجموع على حاجة بسيطة، يعني كل أصحابي دخلوا كلية الطب. الوسط بتاع فنون جميلة زمان كان أجمل بكتير من دلوقتي، مش عشان يعني كان الوسط بتاع الجيل بتاعي، ولكن كان في يعني كنا بنقعد يعني نعمل كل حاجة في الكلية، ونخرج مع بعض، ناكل مع بعض زي ما الطلبة بياكلوا دلوقتي وكل حاجة، بس كنا بناكل بشكل أسري أكتر. بعد ما ناكل نروح نرسم سكتشات في القهاوي اللي موجودة في بولاق أبو العيلة مثلا جنب الزمالك. فنون الجميع، ما اعرفش حضرتك عارف اصلا كان مكانها فين؟ درب الجماميز. درب الجماميز، وبعديها السيدة زينب. كويس. في السيدة برضه، ما درب الجماميز ده في السيدة، وبعدها شبرا، وبعدها الجيزة الثانوية للبنات اللي جنب بيت أنور السادات. بعد شبرا راحت الجيزة اللي هو المبنى ده، خلاص، وبعدين نقلت على الزمالك بعد كده هنا. بص بقى، فنون جميلة هي فنون جميلة. فنون جميلة اللي هي طبيعة الدراسة بتاعتها، وطبيعة الأساتذة، وطبيعة الحال اللي موجود فيه، وطبيعة الطالب اللي بيدخل فنون جميلة. بيدخل في مكان هو بيكون جزء من كيانه، جزء من حياته، جزء كبير جدا بيقضيه من الوقت مع أساتذته ومع المشاريع بتاعته. فالفنون الجميلة هي كانت كده وستظل هكذا. صحيح في اختلاف شوية ما بين الإيقاع بتاع الحياة اللي كان موجود وقتها غير دلوقتي. دلوقتي بقى في إيقاع حياة سريع، بقى في تكنولوجيا مختلفة، بقى في معطيات كتير مختلفة وإيقاع مختلف، لكن هي الفنون الجميلة هي الفنون الجميلة. امتحان قدرات كان بيتعمل 3 أيام، مش دلوقتي الامتحان تخش وتعمل تخبط وتمشي تنجح لائق أو غير لائق، لا، ده كان بيبقى 3 أيام. بتخش أول يوم تشتغل، خلاص، اللي مثلا اللي دخلوا دول 1000، بمجرد ما يبص حواليه ويشوف مستواه ومستوى الناس اللي حواليه دول، ينسحب بهدوء، لانك انت هتروح فين في وسط العالم دي. فتاني يوم في الامتحان، امتحان من 9 ل3، مش سل بيت كده. ف1000 دول تاني يوم تلاقيهم بقى مثلا 600 منسوكات كده، خلاص. امتحن تاني يوم، تالت يوم تلاقيهم بقى 400 خلاص. الكلية تاخد منهم اللي هي عايزاه. كانت الموهبة هي اللي بتحرك أي حاجة، يعني مفيش حاجة اسمها
فنان ومش فنان، او ده مش عارف كل الناس اللي موجودين كلهم ما دام دخل جوه كليه الفنون الجميله ودخل جوه بوتقه بيتعجن فيها جوه هنا، لو عمل مسرح هيبقى هايل، لو عمل عماره داخليه هيبقى هايل، لانه كان مكان للموهوبين. الاخير بتاع اي دفعه كان متميز صحيح، في اللي فوقيه بقى واللي احسن منه، انما هو كان متميز، ما فيش حاجه اسمه يعني ما هو كانش دخل. وكان الكليه فيها دفء، ما كانتش الاعداد كبيره، كان الناس فاهمه يعني ايه فن، فاهمين على طول في المعارض، على طول في افتتاحات معارض، في بنزور متاحف، فاهمين بندرس تاريخ فن وبنطبقه، مش مجرد ان هو بس دراسه لماده نظري وخلاص. كان الكليه هي العيشه بتاعتنا، كانت الكليه هي الحياه، يعني كنا بنقعد في الكليه اكتر ما بنقعد في البيت. واعتقد الكلمه دي ممكن نسمعها كتير قوي من طلبه فنون جميله، او من خصوصا بتوع زمان. الكليه دي كانت بيتنا بمعنى الكلمه، ونقعد فيه ونسهر فيه، نشتغل، ناكل ونشرب ونلعب. مشروع تخرجنا ده كان ممتع جدا، كنا نقعد مع بعض يعني ايام كامله 40 يوم تقريبا، 35 40 يوم، ناكل مع بعض ونعيش عيشه كلها الفه وموده وحب واسريه، نساعد بعض، نشوف شغل بعض، يبقى في كده جو من الاسره والفن والابداع متكامل بيننا وبين اساتذتنا وبين زملائنا. شوف الاختلاف والتطور ده سنة الحياة، فبيحصل كل جيل بيبقى معاه معطيات مختلفة عن الجيل اللي قبليه، ودايما تلاقي الجيل الكبير يقول لك ايه احنا ايام زمان كانت احسن، ايام زمان كان الروقان. انا الحقيقة مش مع الفكرة دي قوي، ان كل فترة ليها جمالها، وكل جيل عنده المعطيات وعنده الادوات وعنده ايقاع الحياه اللي يخليه يقدر يعيشه بشكل خاص بيه هو. فزمان كانت المساله يمكن كان الجو اهدى شويه، من ناحيه السرعه، من ناحيه الاداء، من ناحيه العلاقه المباشره ما بين الاساتذه والطلبه. دلوقتي نتيجه الاعداد، نتيجه سرعه الحياه، نتيجه كثرة المعلومات وكثرة الانفتاح اللي موجود في كل الأشكال، خلى إن ما بقاش في مساحة زي زمان ما بين الأستاذ والطالب. اللي اسمعه من وردي الله يرحمه كويس، اللي هو في قديم الأزل بقى، لما كانوا أجانب اللي هم أسسوا هذه الكلية أصلا كويس. فالأجانب دول كانوا بيعملوا إيه؟ انت دخلت واتقبلت وكل حاجة، انما انت تحت الملاحظة والمراقبة، وهيجي يوم معين، يوم في السنة معين، هيئة الأساتذة دي هتقف ومعاهم كشف مين اللي سيبقى في الكلية ومين اللي يمشي. يعني شوف قد ايه بقى كمان المنقل عامل ازاي، وانت داخل وعارف كده، ما فيهاش حوارات يعني. احنا هنقبلك ماشي، بس انت تحت الاختبار. فلان الفلاني بره، فلان الفلاني انت هتكمل. قسم الجرافيك هنا في مبنى عبود فيلا، وكان الموضوع لذيذ وما فيهوش زحمه، وكنا كاننا في بيتنا بالظبط يعني، واصحاب الاساتذه واصحاب العمال. ما انساش ام عبده، دي كانت عامله مسؤوله العاملين ومسؤوله النظافه ومسؤوله كل حاجه. كانت انسانه نظيفه جدا، نعتبرها امنا. الكليه او فنون جميله هي جزء من المجتمع بسلبياته بايجابياته، ولما بيحصل اي ظروف بتغير على الاداء في كل المنظومه بشكل عام. فممكن ببعض الاحيان بيصيبها جزء من الايه نقدر نقول التوتر، لكن سرعان ما ترجع تاخد وضعها. الاجيال الجديده عندهم ايقاع سريع، وعندهم معطيات جديده، وعندهم متطلبات مختلفه.
بتعمل فرق ما بين الاساليب اللي كان بيشتغل بيها الجيل القديم عن الاساليب الجديده. لكن انا مؤمن تماما بانه الفنون الجميله هي متطوره بتطور ابنائها، بتطور المعطيات اللي موجوده، والانفتاح اللي بقى موجود بشكل قوي جدا. لكن ما زال فنون جميله على مستوى الشرق الاوسط، على مستوى العالم، حافظه يعني. كان في واحد زي امين الكليه هنا، كويس. امين الكليه ده كان وصل انهم يسموه بابا، انا حضرته، يسموه بابا لطيف. بابا من ناحيه ايه؟ من ناحيه ابوته وحنيته، كويس. وعامل زي العسكري القاسي جدا مع اي واحد بيعمل حاجه غلط. فعشان كده بيسموه بابا لطيف. ليه؟ بابا لطيف ده كان امين الكليه، كان بيقعد في الحوش هنا، كويس. مفيش حاجه اسمها طالب في الحوش، مفيش، ممنوع خالص. انا معدي كده قدامه، تعالى يا ولد هنا، انت رايح فين؟ ما هو زي ما بقول لك، استاذ موجود، تلامذه معاه في الاتوليه بتاعه بيشتغلوا. حلو، انت رايح فين؟ شوف بقى، اعمل انت كومباريزون ما بين الحاله اللي احنا فيها دلوقتي دي وما بين هذا الوقت. انت لازم في الاتوليه فوق مع الاستاذ بتاعك، حتى لو مشي انت مكمل عشان بتعمل حاجه معينه. جد ما هتنسى تعمل في الحوش ليه؟ بتعمل ايه في الحوش يعني؟ الطلبه دلوقتي بيجوا اساسا للحوش. نفسي ان الطالب يجي الكليه بحب، ان هو حاببها زي ما كنا حابينها، يجي الكليه حابب الفن. ما يبقاش دلوقتي الطلبه بيجوا مبرمجين، الكليه بالنسبه له مكان كده بيدخل فيه يقدم مشاريع، ياخد درجات ويمشي. بقى فيه نوع من الآلية، مفيش عاطفة، مفيش مشاعر، يطلع على طول يجري على الشغل ويشتغل ويبقى هدفه الأول والأخير هو المادة أو هو الفلوس. زمان الموضوع كان كنا بنشتغل وكل حاجة، بس ما كانش الفلوس هي نمرة واحد. الفلوس بتساعد شوية، لكن الدراسة والفن والعيشة الجميلة في الكلية، الطالب بتاع الكلية كمان كان مثقف وعنده دراية. نفسي ده يكون موجود دلوقتي، لكن للأسف نفتقده في طلاب اليومين دول. ونتمنى ان هم يبقى عندهم المشاعر وعندهم الثقافة وعندهم الحب للكلية زي ما كان عندنا. أنا مؤمن تماما بأن كل جيل هو عنده معطيات مختلفة ويقدر يكون أفضل، وبالفعل بيكون أفضل. هو بيبني على الخبرات اللي سابقة زائد المعطيات الجديدة. فاللي أنا بشوفه إنه في تطور، وإن أنا جدا جدا مع التطور. يمكن الفترة الأخيرة ديت إن بقى في مش تطور، بقى في تحول، اللي هو بدخول الذكاء الاصطناعي في كل المجالات وبما فيها الفنون الجميلة. فده أكيد إنه لو أحسن استخدامه هيعمل تغيير قوي جدا، وهيبقى يعني هيبقى في مجموعة محدودة من الشباب هي القادرة إن هي تعمل تغيير وتعمل تحول. لكن التغيير بشكل عام أنا مع فرصة التغيير، مع التطور، مع إعطاء فرصة للشباب الجديد إن هو يقدر يثبت نفسه ويثبت إنه قادر على إنه يعمل اللي ما عملوش الأجيال اللي سبقته. مكان قسم العمارة والمدرجات دي كانت فيلا اصلا قبل ما يتعمل الكلام ده كله. مبنى بتاع اللي احنا فيه ده دلوقتي كان بينتهي عند مدخل القاعة بتاع العرض، المعرض كان ده اخر هنا، والباقي ده كله فيه فيلا في وسط الفراغ. الفيلا دي كان فيها مكتب العميد والإدارة زي ما موجود دلوقتي في الفيلا بتاعت بنت عبود دي. القصة دي بعد شوية قرروا عشان يوسعوا كده هدوا الفيلا دي، وابتدى طلع فيها المباني اللي هي بتكمل المبنى ده اللي احنا فيه ده، عشان يبقى مدرجات ويبقى قسم العمارة له 3 مدرجات. كويس.
الفيلا دي كان البدروم بتاعها تحت الارض جاليري رهيب لجميع التماثيل اللي تخطر لك ولا تخطر لك على بال. مين التماثيل دي؟ اللي شغل الفنون الجميله دي مجموعه من الطلاينه والفرنساويين مينلي يعني، وكان في حد انجليزي وبتاع، انما يعني كان الاغلبيه طلاينه وبتاع. فرايحين هيدرسوا في مصر في كليه فنون جميله. كليه فنون جميله ما عندهمش حاجه، هم عارفين انك العيال هتقعد وترسم ومش عارف ايه، فهم اللي جابوا لمصر كل التماثيل دي معاهم، اللي في بعضها قليل جدا كده الفضل اللي هو اتعمل عليها كوبيز وبتاع حاجات زي كده، اللي هي الولاد بيرسموها تماثيل الجبس دي، دول كانوا قد كده 100 مره. وفي الختام احب اشكر دكتور عبد العزيز الجندي ودكتور تميم النجار ودكتور طاهر عبد العظيم انهم اخذوا من وقتهم علشان يدونا لمحه ولو سريعه عن شكل الكيان اللي كلنا بنحبه وكلنا بننتمي ليه. وفي الختام ما تنسوش اللايك والشير وتتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي لانهم بيساعدونا جدا. انا عبد الرحمن يسري وده البرنامج الفني الموسم الثاني بيتذاع هنا على قناه يسري الوثائقيه. اشوفكم بخير. قوي قوي يا ابني عيب عيب. وراء الكواليس. فوق الراجل الدراعي اليمين الراجل اللي ساعدني النهارده توأم يا جدعان. كانت هتبقى حلوه قوي لو انت عملتها